متتبعي قناة دار الأخبار، ليس هناك قمة عربية أثارت الكثير من اللغط كمثل قمة عربية حانية. فهذه القمة التي تفصلنا عنها 3 أسابيع ما زالت تثير كثيرا من الأفعال وردود الأفعال والغموض حول انعقادها، إذ أنه ورغم تصريح الجزائر بأنها جاهزة ومستعدة لعقد هذه القمة العربية التي تم نقلها من الجزائر العاصمة إلى وهران لأسباب أمنية، وإن كان هناك تلخبط في هذا الملف خاصة بقراءة تصريح العمامرة وزير خارجية الدولة الشقيقة، والذي أكد بأن ملف الصحراء جوهر الدبلوماسية الجزائرية. تصريح يضمر أكثر مما يظهر ويعتمد خرقا دالا لجميع قواعد اللعبة السياسية. يضاف له كذلك التقارب الإيراني الجزائري. الجزائر التي قالت أن كل شيء جاهز للقمة العربية من خلال تصريح وزير خارجيتها العمامرة، الذي قال في تصريحه أن الأمين العام لجامعة الدول العربية سيزور الجزائر للتقييم والتباحث. وهنا لم يذكر العمامرة التاريخ الخاص بزيارة الأمين العام، وهذا إشكال، لأن مصادر من داخل الجامعة العربية تؤكد عدم حضور المغرب لهذه القمة، وبالتالي غياب دول عربية وازنة كانت قد اشترطت حضور المغرب، وهي مصر والأردن والإمارات والسعودية واليمن والكويت. التقارب الإيراني الجزائري وغياب المغرب وتسليح البوليزاريو بواسطة الدرونات كلها عوامل جعلت الأمانة العامة للجامعة العربية تندد بهذا التقارب وتندد بالسعي إلى تقسيم الدول العربية والتنديد بالسعي إلى خلق كيانات انفصالية بالعالم العربي. وهنا تلتقي مصلحة الجزائر مع إيران. تسليح البوليزاريو بواسطة الدرونات أعقبه تدخلات القوات المسلحة الملكية المغربية التي قامت السبت بضربة استباقية وطهرت المنطقة العازلة، حيث قامت بتحييد جميع آليات الجبهة الانفصالية وخربتها عن آخرها، وتم إبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بذلك، وقتل 3 مسلحين على مستوى منطقة العقيد التي تبعد بكيلومترين عن تندوف شرق الجدار الأمني. وقال شهود من داخل المخيمات أنهم لاحظوا القصف المغربي المكثف لتحييد جميع آليات البوليزاريو وأسلحته، وهذا كما قلت كان داخل منطقة العقيد التي تبعد بكيلومترين عن تندوف شرق الجدار الأمني، وكذلك سقوط جرحى. وقالت البوليزاريو أنهم مدنيون. لكن السؤال المطروح هو كيف لمدنيين أن يتواجدوا في المنطقة العازلة التي حذرت الأمم المتحدة المدنيين والموريتانيين والجزائريين من التواجد بالمنطقة العازلة، لأن المغرب قال بأنه سيخليها من أي تواجد بشري عدا عناصر المينوسو. البوليزاريو التي تقول بأنها في حرب يومية، وهو ما يكذبه المغرب ويقول أنه لا وجود لأي حرب،
كيف لها أن تتحدث عن تواجد المدنيين بمنطقة حرب؟ وهنا نتساءل، أليس البوليزاريو هم الذين يصرحون بأنهم يخوضون الآن حربا ضد المغرب؟ إذن هذه منطقة حرب إذا صدقنا كلامهم، فكيف يتواجد بها مدنيون؟ إذن هناك تناقض صارخ فيما تذهب إليه البوليزاريو وكذلك الإعلام الجزائري، اللذان يكشفان ويصوران أفلام لوجود حرب في المنطقة في منطقة المحبس وقرب الجدار العازل، ويصورون بأن منطقة تيفارتي هي منطقة محررة من ماذا؟ الأكيد أنها محررة من تواجد البوليزاريو أي الجبهة الانفصالية، ومحررة أيضا من وجود آليات عسكرية من خلال تحريرها وتحييد آليات البوليزاريو من قبل القوات المسلحة الملكية. هذه كلها أحداث تجعل القمة العربية قد تكون في خبر كان، قد تؤجل إلى موعد لاحق أو قد تنقل إلى مصر. دار الأخبار تحييكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة.